السلام عليكم. بالبطاطا وبدون جلوتين حضرت، ممكن نسميوها كيكة مالحة والصراحة رائعة. خديت كمية ديال البطاطا تقريبا واحد نص كيلو، سلقتها ومعستها مزيان على هاد الشكل. من بعد غادي نخليها تبرد عاد نرجع ليها. من بعد ما بردات زدت ليها البيض وحده بوحده. من الاحسن تستعملوا خلاط الكهربائي ولا الطحانه الكهربائيه لانه باليد جاني شويه صعيب. كنزيدوا البيض وحده بوحده وحنا كنخلطوا، ونزيدوا الثانيه ونخلطوا حتى نكملوا الكميه ديال البيض كامله اللي عندنا. من بعد كنزيدوا لها اللي بغينا. هنا استعملت المرتديلا ديال الدار اللي سبق ليا حضرتها معكم من قبل. زدت ليها شويه ديال الفرماج، شويه ديال الطماطم مجففه، شويه ديال الحبق مقطع، ملحه وبزار. ممكن نديروا اللي بغينا، ممكن نديروا كفته، الطون، انواع الفرماج على حسب المتوفر في الدار. زدت ليها خميره نوعيه جيده ومكوناتها امنه، وخلطت مزيان مكونات. ومن بعد غنديروا في قالب مدهون بشويه د الزبده وشويه ديال الطحين، ودخلتها الفران على درجه حراره 160 درجه تقريبا واحد 35 دقيقه. وها هي الكيكه المالحه ديالنا واجده مذاق رائع. راكم عارفين الوليدات كيحماقوا على اي وصفه فيها بطاطا. يكفي اننا نعطيوها لهم، نقدموها لهم مع طبق كبير ديال السلطه باش نوازنوا ما بين النشويات وباقي الخضر. وبالصحه والراحه. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا بغدا.